سلام سلام البنات، مرحبا بكم معايا في مطبخ تسنيم. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم واحد الحريره اللي حاب تجي بزاف بنينه، والحريره هذه انا مسميتها سلاكه المحاين. شوفوا البنات، ما تدخلوش بكري للدار ولا للعاملات، يعني شوفوا نص ساعه وهي طابت. كيما راكم تشوفوا البنات، نبداو على بركه الله. كي راني محضره كامل المكونات معاكم. هنا كيما راكم تشوفوا عندي خضروات ديالي اللي راني دايرة حبة كبيرة تاع بصل، كنت مقطعتها، وعندي 2 حبات تاع كورجات، وحبة تاع بطاطا، وحبة كبيرة تاع طماطم كنت نحيت لها القشرة وقطعتها تاني مربعات، و2 حبات نتاع زرودية كيما راكم تشوفوا. وهنايا عندي تاني نص صدر ولا ربع صدر نتاع الدجاج قطعته مربعات. وعندي هنايا توابل كيما راكم تشوفوا، عندي فلفل كحل، راس الحانوت، الكركم، العكري والكرويه. كرويه هنايا نديرو نص مغرف صغيره نتاع الكرويه والملح. وعندي عرف تاع كرافس كنت قطعته، وربع ربطه نتاع الحشيش كيما راكم تشوفوا. هنا جبت لاكوكو تاعي، درت فيها حوالي ربع مغارف نتاع الزيت ومغرفه كبيره نتاع الزبده كيما راكم تشوفوا البنات. ونحبط تاني ندير هذاك ربع صدر تاع الدجاج اللي كنت قطعته مربعات، هكذا نخليه يتحمص مليح، يتقلى بالزبدة هاذيك والزيت. وهنايا نبدا ندير الخضر تاوعي اللي هما قلت لكم حبة كبيرة تاع طماطم، وحبة كبيرة تاع بطاطا، وزوج حبات كورجات ولا حبة كبيرة، وزوج حبات نتاع زرودية، وحبة بصل كبيرة. حبط كامل الخضرة تاعي في الكوكوطة هكا، درتها كيما راكم تشوفوا. صدقوني البنات، انا الحريرة هذه نديرها بزاف، يعني ما نستغناش عليها. عندي سنين وسنين وانا ندير هذه الوصفه، يعني جميع اللي يعرفوني على بالهم بلي سنين وانا نحضر الوصفه هذه. كيما شفتوني درت واحد مغرفه صغيره نتاع الثوم ولا 4 سنين تاع الثوم مسكرفجين، ومغرفه كبيره تاع طماطم مصبره. وهذه كما قلت لكم هذاك العرف تاع الكرافس اللي كنت قطعته، ربع ربطه تاع حشيش. والتوابل عندي هنايا قلت لكم نص مغرف صغيره تاع كركم، راس الحانوت، وعندي تاني نص مغرف صغيره تاع الكرويه. في الوصفه هذه ضروري ديروا الكرويه، الحريره السر تاع الحريره الكرويه، الملح، الفلفل الكحل والعكري. هذه نخليها نغلق على الكوكوطه تاعي ونخليها تتقلى، يعني نقص لها النار. هنا قبل ما نخليها تتقلى كيما شفتوا درت حوالي نص كاس نتاع ما هكذا، باش الخضره تاعي تتقلى في غردها، نقص لها كامل النار. شوفوا هنايا البنات، بعد ما خليتها تتقلى الخضره تاعي طلقت كامل هذاك الماء. هنا ضفت لها 2 مغارف كبار نتاع الفريك اللي كنت يعني غسلتها مليح وحطيت خطرات وانا نغسل ونصفي فيها. 2 مغارف كبار نتاع الفريك. من بعد مرقتها وخليتها، أغلقت عليها وخليتها 20 دقيقة يعني الطيب. بعد ما جازوا 20 دقيقة عاودت وليت ليها. شوفوا الخضرة تاعي كيفاش راهي طايبة كلش، راهو طايب. هنا ما بقى لي غير نميكسيها، يعني نرحي كلش ويشرح فيه ميم هذاك المربعات تاع الدجاج اللي درتهم. تاني نرحي كلش في بعضه هكذايا. نميكسيهم كامل ملاح. كيما راكم تشوفوا البنات، هنايا راني نميكسي فيها. بعد ما ميكسيتها انا القوام نتوما تحكموا فيه، الا حبيتوها ثقيله خلوها كيما راهي، وإلا حبيتوها خفيفه شويه زيدوا لها الماء. هنا زدت لها حوالي كاس ونص نتاع ماء سخون وخليتها تغلي. هنا بعد ما زدت لها الماء كيما قلت لكم وخليتها تغلي واحد
10 دقايق ولا ميم با. طفيت عليها وقدمتها كيما راكم تشوفوا. دوك تشوفوا القوام تاعها كيفاش يجي. صدقوني البنات الحريرة هذه بزاف بنينة، وخاصة هذيك نص مغرف تاع الكروية. قلت لكم السر تاع الحريرة تاعنا تاع اليوم هو الكروية. شوفوا القوام تاعها كيفاش راهم، والقوام كيما قلت لكم نتوما تتحكموا في القوام تاع الحريرة هذه. هذه هي البنات ان شاء الله الوصفه تاعي تاعنا اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم. ما بقى لي غنقول لكم تهلاو في روحتكم، وما تنساوش تاني تبارطاجيو الفيديو هذا مع احبابكم هكذا تاعهم الفائده، وما تنساونيش بجيم لا فيديو، وصحه فطوركم.